استبدال مفصل الورك والركبة هو إجراء ناجح للغاية، وخلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك تم تحقيق الكثير من التطورات في هذا المجال. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص هو استخدام المساعدة الروبوتية لإجراء هذه العمليات الجراحية بدقة أكبر وبطريقة محكمة للغاية. هذا ساعدنا في تحقيق محاذاة جيدة جدا لمعظم مرضانا عندما نقوم بها باستخدام الروبوت. لقد كنا نقوم بذلك لأكثر من 3 سنوات الآن مع نتائج ممتازة. كوحدة في مستشفى أبولوتشيني نحن قريبون من 1500 عملية استبدال مفصل باستخدام الروبوت، لذلك نرى مرضانا يحصلون على محاذاة جيدة جدا في نهاية الجراحة، ونتيجة لذلك يكون لديهم إقامة أقصر في المستشفى، ويكون الألم بعد الجراحة أقل، ونتوقع أن يكون لديهم عمر أطول لمفاصلهم نظرا لأن المحاذاة جيدة جدا. ومع ذلك ليس كل المرضى الذين يعانون من مشاكل في الورك والركبة يحتاجون إلى جراحة. عادة ما تكون جراحة استبدال الركبة مطلوبة للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الشديد في مفصل الركبة عندما لا يستطيعون المشي لأكثر من 10 أو 15 دقيقة، أو يعانون من الألم بشكل منتظم ويومي مما يتطلب تناول أدوية مسكنة. لذلك عندما تصل إلى تلك المرحلة يتم النظر في الجراحة. قبل هذه المرحلة يمكن التعامل معها بشكل جيد من خلال تعديل الأنشطة وتقليل الوزن والأدوية والعلاج الطبيعي الذي يشمل تمارين تقوية. ولكن عندما تصل إلى مرحلة تكون فيها شديدة وتحد من نمط حياتك اليومي، فإن استبدال الركبة أو الورك يعطي نتائج ممتازة. مع التكنولوجيا الحالية التي لدينا